مسابقه اوبر الجديده وصلهم توصل اللي هو الفائز الاول هيكسب فيها 300,000 جنيه. المسابقه دي هتبدا من بكره اللي هو 7/7 لغايه يوم 24/8. المسابقه دي بيقول لك ان هو هيكسب 30 كابتن كل يوم، كل كابتن هيكسب 1000 جنيه كل يوم، واسبوعيا هيكسب 10 كباتن. ال10 كباتن دول كل واحد فيهم هيكسب 5000 جنيه، وفي اخر المسابقه بقى اللي هو 24/8 هيكسب 10 كباتن. اول واحد 300,000 جنيه، الثاني 250، 200,000 جنيه، 180، 150,000 جنيه، 120، 100,000 جنيه، 90,000 جنيه، 70,000 جنيه، 50,000 جنيه. عاوزين ايه بقى منك؟ ان انت تعمل رحلات كتير طول اليوم وطول الاسبوع وطول الشهر، واكتر واحد هيعمل رحلات ويكون تقييمه كويس. حلاوه المسابقه دي بقى احسن من المسابقه اللي فاتت اللي هي كانت في رمضان، عامل لك نسبه قبول في رمضان. المره دي بقى بدون نسبه قبول وبدون اي شروط، الشرط الوحيد ان انت تعمل رحلات كتير وتقييمك يكون عالي. انا شايف المسابقه دي احسن، وده ان ده اللي يدل على ايه؟ ان اوبر خلاص بتقع، مش لاقيه كباتن تشتغل، لدرجه ان هي اليومين دول منزله ان انت لو دخلت كابتن تاخد 1400 جنيه بعد ما يعمل 50 رحله. هيبقى كويسه بالنسبه للناس اللي بتاخد رحلات كتير او بتعمل رحلات صغيره او الكلام ده. وبيقول لك ان انت حافظ على تقييمك عشان خاطر هيقيموا، يعني مثلا انت عملت عدد رحلات كتير وانا عملت عدد رحلات كتير، هيشوفوا مين اللي هو اعلى تقييم، ده تقييمه اعلى ولا ده تقييمه اعلى، فهي ماشيه بالتقييم. وانا عن نفسي مش بشكر في اوبر ولا اي حاجه، بس انتوا عارفين كل الشركات شبه بعض وكلهم اسوأ من بعض، بس اللي يجي منهم احسن منهم، وربنا يكسب الناس كلها ان شاء الله. وقول لي في الكومنتات اذا كنت هتشتغل المسابقه دي ولا لا.